مساء الفل على حضراتكم. والنهارده على الاخبار بتاعتنا جلستين في النادي الاهلي، جلسه رجاله في النادي الاهلي النهارده، وجلسه تانية هنتكلم برضو عنها. الجلسه بتاعت النادي الاهلي النهارده الكابتن محمود الخطيب طبعا اعلن، ومجلس الاداره اعلن عن الراعي الرابع في النادي الاهلي في الموسم الجديد. وطبعا هو شركه المراسم، شركه مطور عقاري المراسم، ودي شركه طبعا كبيره. وفي نفس الوقت طبعا اتعرف النهارده انه في اخبار عن انه الاهلي هيحصل على تقريبا حوالي 150 مليون جنيه عن نظير المشاركه طبعا والرعايه اللي هتبقى موجوده في مونديال الانديه. تعالى بقى على الجلسه الثانيه اللي كانت في نادي الزمالك، وهي جلسه ازاله الشعر بالليزر، ودي كانت لثلاث لعيبه من نادي الزمالك. واللي النهارده مصطفى شلبي وعبد الله جمعه وكمان محمد صبحي، الثلاثه حطوا صور النهارده على السوشيال ميديا في اثناء الجلسه ديت، علشان طبعا يكونوا جاهزين لمباراه بيراميدز. طبعا بعد الجلسه ديت طبعا عبد الله جمعه بعد الجلسه خلص وروح على البيت، لان هو بره القايمه بتاعت ماتش بيراميدز في الكاس. ومصطفى شلبي بعد الجلسه طبعا طلع على التدريب علشان يبقى جاهز لمباراه بيراميدز بكره. ومحمد صبحي طبعا المباراه بتاعت بكره هتكون ما بين الزمالك وبيراميدز في الكاس، هيكون طبعا البنا هو الحكم فيها ان شاء الله. وهيكون طبعا المباراه بكره في الكاس في الدور اللي قبل النهائي. طبعا ده كل الاخبار، اخبار سريعه كده. هنتكلم ان شاء الله عن المباراه بتاعت اليد. على فكره المنتخب المصري يعني تاني مباراه مع المغرب، ودلوقتي يمكن في فرق 8 او 9 اهداف في المباراه. منتخب مصر طبعا متفوق مع احترامنا لكل الاشقاء في المغرب، ولكن منتخب مصر في اليد متفوق جدا وعالي قوي على منتخب المغرب. تقريبا هو بيفوز يعني دلوقتي خلاص، فرق يعني داخل في 10 تجوان تقريبا. ولكن المنتخب المصري ان شاء الله هيكون عنده 4 نقط. منتخب المغرب لسه عنده فرصة، ولكن الامل صعب شوية، انه لازم يفوز في المباراة الاخيرة على منتخب كرواتيا. لو كده ممكن يطلع ثالث في المجموعة ويوصل برضو للادوار اللي بعد كده. هنكمل بقى ان شاء الله، يعني لايف سريع كده، خلصنا فيه الاخبار السريعة. ان شاء الله نطلع بعد مباراة اليد دي باذن الله برضو نتكلم عن مباراة الرجالة في اليد، منتخب مصر لكرة اليد. اشوفكم دايما على خير. سلام.